يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وخير. اخوان، اليوم عندنا حلقة جديدة من حلقاتنا المنوعة الممتازة، ان شاء الله تستفادون عليها وتنجح لكم كل هاي الطرق اللي جاي نسويها لصناعة الخل الطبيعي. طبعا احنا سوينا اكثر من مرة خل التفاح، خل التمر، سوينا قبل فترة خل الجزار، هسه اليوم عندنا خل اللهانة او مخمر اللهانة. اخوان، هاي اللهانة نجيبها طبعا اللي عنده كميات خليه يجيب كميات، اللي ما عنده كميات يجيب شيء قليل يجربها، ما يخالف. احنا اهم شيء تستفادوا من هاي الفيديوهات اللي جاي نقدمها. انا هاي تقريبا جبت هسه عندي 65 كيلو هاي اللهانه، وان شاء الله راح اجيب بعد. اللهانه شنو هاي الطريقه مالتها اخوان؟ نجيب اللهانه نغسلها، يعني هاي هسه راح نورقها ان شاء الله، ونقسمها نقطعها قطع صغار ونخمرها لمده 45 يوم، 40 يوم 45 يوم. طبعا مخمر اللهانه هو غني عن التعريف، او خل اللهانه فوائد جدا عظيمه. اهم فائدتين، يعني اهم فوائده القضاء على جرثومه المعده والقضاء على جرثومه الامعاء، يعني يعتبر كملين للامعاء للمعده، مطهر. الخل مالها ممتاز طبعا لتنشيط الدوره الدمويه. اخوان، هو كل انواع الخل مفيده لجسم الانسان، كل انواع الخل، اي خل انتم تسووا، يعني خل العنب، تفاح، ليمون، اي خل. احنا ان شاء الله هسه راح نغسلها وياكم اللهانه ونقطعها ونشوف المرحله الثانيه ايش راح نسوي. ابقوا ويانا. احنا وياكم بعد ما قطعنا اللهانه مثل ما تشوفون، قطعناها لشرايح ناعمه. هاي طبعا خليناها برميل كبير، هذا البرميل راح نخلي بيه مي وملح خشن، واذا حصلنا خل تفاح بطل نضيف لتر، يعني ما حصلنا ماكو داعي، نخليها بس مي وملح ونغطيها ان شاء الله 40 يوم 45 يوم تكون عندنا جاهزه مخمر اللهانه. طبعا هذا راح يطلع من عندها سائل كلش مفيد لجسم الانسان، هي نفسها هي هاي اللهانه راح تتخمر عندنا لمده 40 يوم 45 يوم، يعني علاج لجرثومه المعده، جرثومه الامعاء، الجهاز الهضمي. طبعا علاج جدا ممتاز، واذا تردون تدخلون على الانترنت على اليوتيوب وتشوفون الفوائد العظيمه لمخلل اللهانه او خل اللهانه. احنا راح ننتظر وياكم 40 يوم 45 يوم ونشوفكم الشكل النهائي، انتظرونا. اخوان، طبعا نسيت اقول لكم احنا عندنا طريقتين للمخمر اللهانه، طريقه الناعمه المفرومه وطريقه هاي الورق. انا طبعا هاي بالنسبه للورق اخذت الورق الخشن. اخوان، الورق الخشن راح هم نخليه 40 يوم مي وملح وقليل من خل التفاح يتخمر عندنا. طبعا هذا يستخدم ل يعني الاكلات مثلا المقدوس، اللي عندنا هنا نحن نسميها دولمه بالعراقي، نلفها بورق العنب او ورق السلق. نقدر هم نسوي من عندها دولمه او محاشي، يعني هاي الاوراق مال اللهانه. طبعا هاي بها الخضره الخارجيه وبها الداخليه اذا تشوفون. عندي هنا كميه، انا طبعا سويت هنا برميلين، نفس الحاله برميلين مال مخمر اللهانه. عندي هذا البقى الناعم اللب، احنا اللي نسميه القلب او اللب انتم تسموه، شوف شو تسموه. طبعا هذا راح نثرمه نسويه ناعم ونخمره لمده 40 يوم. انتظرونا، والمقطع الاخير من الفيديو ان شاء الله تستفادون. اخوان، هاي بعد 40 يوم تشوفون المخمر اللهانه شلون صار عندنا. هذا مخمر اللهانه اللي جاي تشوفوه. طبعا هذا الخل اللي ويا الملح، هذا مي وملح، والخل اللهانه طبعا احنا ما خلينا مي هواي، خلينا مي نسبه قليله، لكن شوف هذا المي مال اللهانه هاي تقريبا 200 كيلو 300 كيلو لهانه احنا ثرمناها. يطلع عندنا هذا الخل الصافي. شوف حتى اللون ماله يختلف عن انواع الخل، يعني لونه كانما الخل الابيض، اذا سامعين بالخل الابيض او شايفين الخل الابيض، شوفوا اللون ماله يعني حتى يختلف عن انواع الخل. هاي بالنسبه للهانه، هاي المخمره تشوفوها، هاي اللهانه اللي قلنا لكم، هاي اللي علاج فعال لجرثومه المعده، جرثومه الامعاء، لمشاكل الجهاز الهضمي. طبعا طريقه ممتازه وجميله ومفيده بنفس الوقت. اللي يحب يجربها طبعا ما بيها كل اضرار جانبيه لجسم الانسان. حاولوا ان تجربوها تستفادوا منها، ولا تنسون الاشتراك بالقناه، ولا تنسون تسجيل الاعجاب، واشوفكم على خير الحلقه القادمه.